اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض التوميه في البيت باربع مكونات بس، من غير ولا نشا ولا بيض. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. كل اللي هنحتاجه علبه زبادي، اي نوع بقى زبادي، اللي هو البيتي، زبادي بلدي، زبادي من السوبر ماركت بتاع الشركات، اللي يعجبك استخدميه. ان شاء الله هعمل معاكم في فيديوهات جايه طريقه التوميه بالنشا والبيض، بس احنا بنعملها النهارده بطريقه سهله جدا ونفس النتيجه، وبجد طعمها روعه. حطينا الزبادي، هحط مثلا على علبه الزبادي نقول كوبايه صغيره من المايونيز، او نص الباكت اللي في ايدي ده مايونيز. تمام. هنستخدم بقى هنا معانا اللي هي الساور كريم بتاعه جهينه، اي ساور كريم في شركات كتير يعني. هناخد بقى مثلا حوالي كده معلقتين 3 كبار، وهنضيفهم على الزبادي والمايونيز. الساور كريم حلوة جدا وبتدي قوام حلو قوي للتومية، وهي متوفرة على فكرة في كل السوبر ماركت. خلاص كده هبدأ بقى أضيف التوم. تومية يعني توم، هحط مثلا معلقتين كبار من التوم المفروم زي ما انتوا شايفين كده. وهي دي الاربع مكونات اللي استخدمناها، وان شاء الله تطلع معاكم احلى توميه. وعليهم رشه ملح، انا طبعا بستخدم ملح هيمالايا، تقدري تستخدمي الملح اللي يعجبك. حطيت رشه بسيطه من الملح، وهبدا بقى ايه اخلط كل الحاجات دي مع بعض. هنخلطها كويس. لو لقيتي القوام تقيل معاكي شويه، تقدري تحطيه في الخلاط وتضيفي معلقه واحده بس من اللبن. انا ضفتهم في الخلاط واديتهم بس تقليبه الاول، وبعد كده ضربتهم في الخلاط علشان القوام يديني سلاسه كده، ويبقى القوام ناعم وكريمي. قلبتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هحطهم بقى في الخلاط وهتشوفوا معانا احلى واطعم توميه، وما خدتش 5 دقايق. خلاص كده. وخلاص بصوا بقى القوام بعد ما ضربتها في الخلاط، هنقدمها بقى مع بعض. بصوا القوام كريمي جدا، وطعمها وريحتها تحفة جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم خالص. هنحطها كده في طبق التقديم. هنحاول بقى نزينها بأي حاجة بسيطة بس عشان الطبق يبقى شكله شيك. انا زينتها بورق نعناع، تقدري تحطيها كده من غير اي حاجة، طبعا هتبقى زي الفل. انا بس حطيت ورق نعناع علشان بس اكسر اللون الابيض بتاع التومية، واخلي شكل الطبق شيك وحلو في التقديم. وبكده تكون التومية بتاعتنا خلصت. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وهستنى كومنتاتكم الجميلة، وان شاء الله هرد عليكم كلكم. باي باي، مع السلامة.